السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. معاكم سمية من قناة اكلة وفكرة مع سمية. النهاردة هنعمل اكلة جميلة جدا الكل بيعشقها، وبعدين في الحر ده سهلة وبسيطة وبتاخدش وقت. ويلا نبدأ بالفيديو بتاعنا ونعمل احلى حواوشي بالعيش البلدي. يلا، جميلة جدا وصفتنا حلوة، وهقول لكم تكاتي وحركاتي في الحواوشي اللي الكل بيحلف بيه. شايفين الجمال؟ حاجة كده تفتح النفس. بجد جميل، وممكن تعمليه ولو انت رايحه النادي تاخديه لولادك معاك النادي. جميل جدا وبسيط والاولاد كلهم بيحبوه، ووصفه جميله. يلا اعملي لايك للفيديو وشاركي الفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو. معايا هنا فلفل الوان وبصل، ولو عايزه قرن فلفل حراق حطي ممكن حته صغيره او بلاش. هقطع كل الحاجات اللي عندي دي في الكبه. الفلفل الاخضر والاصفر والاحمر والبصل. كتري البصل، انا بحط مثلا يعني نص كيلو بصل تقريبا. اهو انا حاطه بصلايه كبيره جدا، وحط قرن شطه حامي اهو، وكمان الفلفل الالوان بقيته. ولو عندك بقدونس ممكن تحطي كام ورقه بقدونس حلوه كده. هكمل البصل. انا بقولك بحط اكتر من نص كيلو، وهفرم كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. ممكن تخرطيها تخريط ناعم، بس انا ادام الكبه موجوده فهعمل كله في الكبه. اتفرمت معايا وبقت حلوه اهي، لازم تبقى باينه يعني ما تنعمهاش قوي تبقى عصير. معايا نص كيلو لحمه مفرومه. لازم يكون فيه نسبه دهن علشان يدي طعم حلو للحواوشي. لو ما فيهوش نسبه دهن ضيفيله حته دهن ضاني حلوه كده وابشريها عليه. هنزل الخضار اللي احنا فرمناه في الكبه على اللحمه المفرومه. مكونات بسيطه وسهله وموجوده في اي بيت. نبدأ بقى نضيف المكونات التانية. انا معايا طماطمتين كبار متقطعين مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة كده. شايفين مكعبات صغيرة ازاي؟ ومعايا المكون السحري اللي انا بحب اضيفه جدا، علبة الزبادي. علبة الزبادي دي بتدي طعم خطير، وبتعمل ترابط للحمة مع الخضار جميل جدا بجد. تحفة، جربي التركة دي، انا بعملها بقالي سنين سنين سنين. ومعايا كيس خلطة الحواوشي افضيها عليها. الخلطة دي فيها كل حاجة، بس انت لو عايزة برضو تضيفي هتضيفي ملح اهو، وهضيف برضو بهاراتي وحاجتي اللي انا بحبها. الملح طبعا حسب الرغبة وعلى حسب الكمية. واحط شوية حبهان مطحون، وشوية بهارات لحمة. البرطمانات دي انا اللي عاملاها، ده مش طقم توابل. هتلاقي الفيديو بتاعها على القناة زي ما انتوا شايفين كده، انا اللي عاملاها كلها، وعاملة اشكال تانية كمان. هتلاقي الفيديو على القناة. وهحط فلفل اسود زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اقلبها واعجنها كويس جدا 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 بايديا. هشيل بقى الاسباتشوله دي وهعجن كويس جدا بايدي. طبعا ايدي نظيفه ومغسوله وكل حاجه. اللي بيحب يلبس الجلافز يلبس الجلافز، مفيش اي مشكله. اعجن كويس جدا المكونات كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. عجنتها كويس جدا. هحطها في التلاجة تتشمع نص ساعه على ما اجهز العيش. العيش بتاعي البلدي العادي اهو، بجيبه الحجم الصغير زي ما انتوا شايفين. بقول للفرن انا عايزاه يتفتح للحواوشي علشان يبقى سهل، وبفتحه كده من الجنب بالمقص زي ما انتوا شايفين اهو. بس كده، شايفين مفتوح ازاي؟ سهل جدا، بطريقة بسيطة وسهلة يكون العيش جاهز معايا. لو مفيش الا الكبير ممكن تجيب الكبير وتقسميه نصين اهو. هعمل بقى كل كمية العيش بتاعتي بنفس الطريقة دي. شايفاكي اللي لسه ما عملتيش لايك، فين اللايك والتعليق الحلو منكم؟ قولولي في التعليقات بتشوفوني من اي بلد وتحبوا اعمل لكم اي وصفات معينة اعملها لكم. وما تنسوش تزينوا التعليقات بالصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم في التعليقات. كده انا جهزت العيش بتاعي. هجيب اللحمة بعد ما سبتها نص ساعة في التلاجة، وهبدأ اخد قطعة كده وهفردها جوه الرغيف. ابططها كويس جوه الرغيف اهو زي ما انتوا شايفين. املي بقى العيش بتاعك كده، بيعمل لك كمية بسم الله ما شاء الله تكفي عيلة. يعني نص كيلو لحمة اعزمي البيت كله على حواوشي.
بيعمل تقريبا معاكي 9 أو 10 ترغيفة على حسب حجم الرغيف. هحشي بقى العيش بتاعي كله بنفس الطريقة كده. ما بياخدش اي وقت معايا، ريحة اللحمة بتتبيلتها بجد تحفة. بعد ما خلصت حشو العيش كله، هجيب الصاج بتاعي، انا بفرشه ورقة فويل وهبدأ ادهنه بالزيت بصراحة عشان الكسل عشان الصاج ما يتحرقش ولا يجراله حاجة، فبحط فيه ورقة الفويل وبدهنه بدهنة الزيت كده خفيفة. وهبدأ اجيب العيش ادهنه من الظهر ومن الوش بدهنة الزيت اهو. هدهن الوش بتاعه كمان. هعمل كده في الكمية كلها، تعملي صاجين بقى 3 على حسب حجم العيش عندك وحجم الصاج هياخد قد ايه. وبعد كده بندخلها فرن سخن على درجة حرارة 200، وبتشغلي من تحت الاول وبعد كده بتشغلي من فوق. لو انتي مش عايزة تعملي كده ممكن تجيبي ورقة الفويل وتحطي عليها ورقة زبدة وتعملي كل رغيف لوحده. تلفي ورقة تدهني ورقة الرغيف من هنا وهنا وتحطيه في ورقة زبدة، وبعد كده تلفيه وتلفيها في ورقة فويل كمان. لازم تلفي العيش في زبدة قبل ما تلفيها في ورق الفويل عشان ما تفعلش مع الفويل، وبعد كده تخبزيه. انما انا النهاردة عاملة كمية فقلت ارصهم مرة واحدة في الصاج وادخلهم الفرن. بعد ما بتدخليها الفرن وبتستوي، هي ما بتاخدش وقت خالص، بتشغلي الشوايه عليها من فوق تديها لون حلو كده. ولو عايزه تقرمشيه بتزودي عليه الحراره شويه وتسيبيه شويه. عايزاه طري بتطلعيه تغطيه بفوطه وتسيبيه علشان البخار يطريه. هخلص بقى كميه الحواوشي وهدخلها الفرن. الحواوشي خرج من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، بجد تحفة تحفة تحفة. سخن سخن جدا وطري ومقرمش في نفس الوقت، يعني في حتت مقرمشة وحتت طرية. عايزاه طري غطيه شوية بالفوطة، عايزاه مقرمش كده حلو كده طلعي، احنا بنحبه فيه قرمشة شوية. شايفين اللحمة متماسكة من جوه ازاي؟ بجد خطير، جربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا. ما تنسوش تقولوا رأيكم ايه في فيديوهاتي في التعليقات، وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا لايك للفيديو وتبعتوا الفيديو لكل حبايبكم واصحابكم عشان يجربوا طريقة الحواوشي بتاعتي. واستنوني في فيديو جديد من قناة أكلة وفكرة مع سمية. أسيبكم في رعاية الله.